دائما الحديث عن الاستعداد، عن قدرة اللاعبين بالتعافي من الإصابات، وهذه نقطة جدا مهمة. الآن الحمد لله أمس أول تمرين لنواف العابد مع المجموعة، البناء على الإيجابيات في المباريات، التركيز على تلافي السلبيات، كل هذا النقاش طبيعي دائما ويتم بشكل يومي بين الأستاذ عمر باخشوين والسيد أخوان. واطلعت على هذا النقاش بالأمس، والأمور تسير على أفضل وأكمل وجه، بانتظار مباراة الغد إن شاء الله، مباراة قوية مع منتخب مختلف عن المنتخب الجزائر، البنية، الكرات العالية، كل هذه العوامل اللي يركز عليها السيد إخوان. استفدنا من مباراة أوكرانيا الاستفادة الكبرى، استفدنا من مباراة المنتخب الجزائري حتى وإن كان باللاعبين المحليين، وهذا ما سمعنا وما لمسناه. بالتالي التركيز على جوانب فنية مختلف عن جوانب التمارين. تحدثت لك مهم أن اللاعبين يكونون على أكمل جاهزية. المعسكر من أقوى المعسكرات، أقوى من المعسكرات السابقة من ناحية اللياقة البدنية. أنا أعتقد هذه راح تكون آخر المراحل في الجانب البدني حسب ما ذكر السيد أخوان، والتركيز الأكثر على الاستفادة، على التشكيل، على العوامل اللي ممكن تحدث داخل المباريات. المنتخب اليوم من ضمن أفضل المنتخبات 32 اللي تشارك في كأس العالم، لذلك الرسالة لابد تصل من خلال تدريبات المنتخب، مباريات المنتخب، أخبار المنتخب السعودي للغة الروسية واللغة الإنجليزية، الشريحة الكبرى اللي تتحدث اللغة الإنجليزية الكبرى حول العالم. كذلك نخاطب الجمهور اللي سنذهب لهم، نتحدث عن المنتخب الروسي اللي تجمعنا معهم مباراة افتتاحية، وهذا شيء طبيعي ومتعارف عليه. والآن وسائل التواصل الاجتماعي أهميتها أهمية كبرى في التعريف بالأحداث، في التعريف بالمناسبات، لذلك احنا نذهب ونتعامل في هذا الجانب.